انت فتحتي باب امل لكتير جدا من الناس. لا اله الا الله، الدنيا لو اراد الخير بيجي. احكي لي بقى القصه بدات ازاي؟ ابويا كان راجل صعيدي من دشنا مركز هنا، فبقول له يابا نروح المدرسه، قال لي لا، الصبيان تتعلم لكن البنات لا. كنت زعلانه. تمام. لحد امتى بقى جت الفرصه؟ لحد امتى بقى جت الفرصه؟ رحت اجيب شكار الكيماوي للارض ده، فبقول لها تصابعك عشان نوصل واختم. قلت له يا ابني انا بمضي، قول لي عايز كام حرف وانا اكتبه. قال لي طب اكتبي اسمك، كتبت اسمي جبال عبد العال. زاد عن كده ما كنتش بنكتب حاجه. فقوم نحو الأمية بقول لك في محو الأمية هنا. قلت والله ده أنا كان نفسي أخش المدرسة وأقعد على تخت، ربنا يديني اليومين دول بقى. أول ما دخلت المدرسة قعدت على التخت واللي بيتعلم قلت لها كنت أتمنى اليوم ده وأنا شباب أو عندي 12 سنة 9 سنين حاجة زي كده يعني. ما قلتهاش، قلت بقى أجددها دلوقتي. فابني بيقول لي هتعملي بالشهادة ايه يا أم؟ قلت له هعملها زي رخصة العربية اللي أنت بتصلحها دي وعلقها في رقبتي، أبقى أنا فاهمة إن معايا إيه. ضحك وسكت، قال لي اللي أنت عايزاه أعمل إيه؟ الست زبيدة لما عرضنا عليها إنها تلتحق بالفصول، لأن طبعا الالتحاق عندنا اختياري، أبدت رغبة غير عادية، فرحت جدا وحبت إن هي تكون معانا عضوة في الفصول. المهم بدأنا إن احنا نقول لها طيب تمام الفصل عندنا في المدرسة الفلانية، بس حضرتك عشان كبيرة في السن بدأنا احنا نتواصل مع المدرسة بحيث إنها تيجي لها البيت أسهل، لأن تقريبا المسافة أكتر من 1.5 كيلو من بيتها لغاية المدرسة، فمشقة طبعا في السن ده. أبدت رفض تام في اللحظة دي وقالت أنا نفسي إن أنا أقعد على تختة. فطبعا قدام الرغبة دي كلنا ساعدناها بصراحة. أنا كنت مبسوطة والله، مبسوطة. واجي من قبل المغرب بساعتين واقعد على باب المدرسة عشان أما يجي أخش المدرسة. اكتبي بقى اسم زبيدة عبد العال. لما رحتي بقى الفصل كده كان مين معاكي في الفصل؟ كان معانا يجي 7 أفراد. اصغر منك؟ أصغر مني بكتير. 30 35. ولما رحت الامتحان برضه ما لقيتش حد في سني. بقول لي انت عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه ننجح ناخد شهاده. انت قعدتي كام شهر؟ قعدتي كام شهر في 3 الفصل؟ شهور. 3 شهور. وتعلمتي على طول؟ اتعلمت على طول. ما كسلتيش بقى بعد اول مثلا يومين 3 كده او اسبوع؟ لا ليه حد يسيب العلم؟ ده العلم نور. كانت مواظبة تعلمه. كانت الكلمه دي بتخبطني في راسي في سن عيالي كده. قالوا لي ان انت كنت شاطره قوي. طبعا، وعيالي علمتهم. ليه بقى انت حسيتي بيه اول يوم امتحان كده، او انت استعدتي ازاي للامتحان؟ ايوه طبعا، ادم مبسوطه والقلم ماسكاه كويس يعني. والحروف المتقاطعه جملتيها. جملتيها. وكلمه السيسي كانت متقاطعه كملتيها وكتبتها بحبك يا ريس بس وتخرجنا. انت بعد الشهاده ديت هتعملي ايه؟ هتكملي ولا ناوية على ايه؟ هروح بقى اعدادي، ولو طال العمر ما اقدرش بقى في الكليه هندسه. ربنا يديكي طول العمر. يعني احنا مكملين. اللي لسه ما اتعلمش واللي لسه مكسل او بيقول لك خلاص بقى ده فات. ما يكسلش. والجيل ده هو لسه زمنه هيبقى في عهد الذره. الجيل ده هيجي له علم اتقل من اللي عدى. عندكم هنا في البلد في لسه ناس ما اتعلمتش حتى الصغيرين. لا بيروح الحضانه. دي رساله قويه ليهم بقى يا جماعه. اي حد الاهالي هنا اللي مش مهتمين بحته التعليم لا كلهم بيودوهم الحضانه. هو لسه قد كده اهو بتوديه الحضانه عشان ما يخافش من المدرسه. الجيران